NET program, FESPACO Pro, flexibility, strength, balance, and coordination. ابدع تمرينات فيه زي تمرينات الضغط وتمرينات المفاصل. دي كانت اهم شيء عندي المفاصل بصراحه، هي اللي لاحظت عليها، هي وظهري. اما بالنسبه للاذن ودي اللي انا عايز يعني انوه عليها شويه. الاذن انا ما اعرفش. اولا بالنسبه للظهر خلاص الحبوب ده بقى لها اكتر من كنت سنه. بتقول لي شكواك، كنت بتقول لي بتصلي تقوم تروح تركن على الجدار على طول، يعني اول ما تصلي والسلام عليكم والسلام عليكم تروح تجري تركن على الظهر. نعم. دلوقتي تقدر تقعد اقعد واقف واشرح بالساعه وساعتين ما يهمني، خلاص عادي خالص نهائي. يعني العمليه بالنسبه لي عضلات ظهرك بقت اطلاقا خلاص. ما يمكن ما اعرفش ان انا حصل لي انزلاق، يعني يمكن راح نسي الموضوع ده والله. زي ما بقول لك كده وانا بقولها كلمه حق بالفعل يعني. كمان الاقوى من كده كمان المفاصل، والمفاصل دي فعلا هتلاقيها موجوده عند الناس بالذات اللي يمكن في عمرنا بالذات في سننا. عمرك بقى كده؟ لا عمرنا كده يعني مش عايزين نقول عشان تبقى العمليه يعني نبقى شباب، لكن عمرنا عمر دلوقتي في حدود 55 سنه. ما شاء الله شباب 55 سنه. والله يا دكتور احمد ان المفاصل، وانا بنصح لاي انسان، ما هو شرط انه يكون عنده انزلاق، ما هو شرط، لكن المفاصل جميله جدا جدا. للمفاصل علاج المفاصل جميله ايه اروع ما يمكن علاج المفاصل، تقويه مع مرونه جدا جدا. لان انا خلي بالك لما جالي الانزلاق انا قعدت فتره طويله. انا كرة التوازن. ايه علاقه التوازن بيك يا استاذ حسن؟ والله بالنسبه انا كان عندي الاذن جات لي فجاه كده. يعني ايه الاذن؟ الاذن الداخليه. الناس كلها عندها اذن. لا الاذن الداخليه عندي. ايه الاذن الداخليه؟ يعني تفسيرا ما هم يقولوا انه الشعيرات ما بتغذيش عرضها ايه؟ عرضها انها تعمل دوران. من ايه؟ من الوعاد الوام ولا من تيجي تقوم فجأة كده. وبعدين كمان الاوسخ والاضل من كده انها تعمل لك مغص في المعدة وتخليك تتقيأ بطريقة رهيبة جدا، ونوع من الدوران. ما هي دي عملية الاذن. واخدت لو خدت زي اسمه بيتا. لا انا والله جايب الاسامي هنا بس ناسيها، لكن انا فاكرها دلوقتي اللي هي ايه. البيتا سيرك. البيتا سيرك دي معروفه جدا في عمليه الاذن. بقالك كم شهر كم سنه كم اسبوع بتاخد البيتا؟ لا انا كنت اخدها مثلا زي 8 شهور كورس ورا بعض. كورس ورا بعض 8 شهور ورا بعض كل شهر. لان العلبه حوالي العلبه يمكن فيها حوالي يمكن 28 كبسوله. لا 24 الكره وتمرينات الظهر والكلام ده كله كبسوله. لقيتك استفدت من موضوع التوازن ده انا دلوقتي لغايه الان سنه كامله ما باخدش منها. سنه ما تاخدش الادويه دي خالص نهائي. لا الظهر ولا الاذن. بس الاذن ما اقدرش افتي لك فيها بالظبط الا لما اكمل فتره كمان. يعني بتقعد كام يعني لما اكمل ليه لان الاذن انا خدت حبوب. شكك لسه في تاثير الكره. هقول لك لا مش شك. دكاتره المان بينصحوا بتمارينات توازن. تمام. نعم. لهذه الامراض. ما انا هقول لك بقى انا هقول لك انت ما شاء الله من اول الناس اللي لا ما انا هقول لك ايه السبب. لان انا الاذن خدت لها حبوب كتير بصراحه، كورس جامد يعني حوالي 8 شهور يعني. تمام. فهنا ما اقدرش اقول لك بالظبط الا لما اقعد كمان حوالي. توقف الادويه يعني ايه الحاجه توقف الدواء بتاع الاذن؟ اولا وقفت ما خلاص الحمد لله كويس ما شاء الله من نفسك. ما في كان الاول مثلا اقوم فجاه كان لازم يحصل لي زي دوران كده بسرعه كده ويروح. بدأ يروح. خلاص ما في. وانت ربطتها بالكره. ايوه ما هي كره التوازن. لما بلعب الكره اي نعم. انا كان الاول لما بلعبها يحصل لي نوع من الدخل كده، احس الدنيا الارض كلها في البدايه، وبعدين شويه بشويه راحت العمليه دي. معناها ان الحمد لله يعني. نعم فبدات توقف الدواء وعاوز تشوف النتيجه ايه بقى. وقفت الدواء من زمان خلاص سواء كان الدواء ولا ده. انا اولا الفقري يمكن سنه برضه وده سنه وما خلاص ما في خلاص الحمد لله. رجعت دكتور بعد كده ولا رجعت ولا اي شيء خلاص الحمد لله كويس يعني. مرجعتي هو لما بقف ما بتعبش. دكتور أنف وأذن كلمك قلت له ايه في الحته دي؟ الانف والاذن انا قلت له كوره وجابت نتائج معايا ولا لا لسه. انا اديته الديسك السي دي وانا ما عدتش عليه والله بعدين ما عدتش عليه. لكن انا حسيت براحه جميله جدا جدا سواء كان في الاذن او كان في الظهر، ودي كلمه حق.
وبقولها كمان غير كده، المفاصل وبكررها، مفاصل الرجل. انا كنت اطلع الدور الخامس على رجلي. والله انا كنت ساكن قبل كده هناك، كنت 3 ادوار، كنت لما اطلع كاني يعني شايل جبل على ظهر الماشي. دلوقتي جميل جدا جدا، يعني ما على طول انزل، يعني لقينا الاسانسير كان ما لقيناش على طول. ايه تاني اللي تمتاز به الكوره؟ سهل حملها، سهل استخدامها في اي مكان، في اي حته، في اي فراغ ممكن تقدر تشغله بالكوره دي. ممكن كرسي قدام كمبيوتر، ممكن في كل شيء، الاطفال بيستخدموها. انت لو قعدت عليها بس فقط، الاطفال واولادك بيستخدموها، كله بيستخدمها. بس طبعا الاطفال بيستخدموها كلعبه يعني، ماشي كويس، واخد بالك. انما مثلا بالنسبه لي، او بالنسبه مثلا الاهل والزوجه بيستخدمها كتمرين معين. كده بيطلق عليها اسمها كره الولاده. نعم يعني برضه ممكن بعد الولادات والكلام ده كله. نعم مريحه جدا، الجثه بتاعتها مريحه للي هم عندهم الحمل مع مصح. نعم. وتقوي عضله رئيسيه بتساعد في خروج الجنين. هي شوف اقول لحضرتك، اتفضل يا حبيبي. هي بالنسبه لي انت هتختم بقى تعمل، شوف اقول لحضرتك، ممكن تقوي الظهر، البطن، تقوي عضلات البطن، ممكن الكتفين لو حبيت تلعب ضغط عليها جميله الى ابعد ما يكون. ممكن المفاصل، يعني ممكن اي شيء في عضله الجسم ممكن تشكل بجسمك. يعني انت لو جلست بس بدون ما تلعب خالص نهائي، وجلست بس تتحرك، تخلي بس الجسم يتحرك تحتيها، في عضلات شغاله. عضلات شغاله. احسن من السكون والسلبيه في الجلوس، احسن من جلسه الكرسي. ده كرسي ناشفه، انا لا يمكن كنت اتعب منها لما كنت اجلس على الكرسي. دلوقتي حاجه خالص نهائي، تقول عليها بالساعات ما تنامش. يكفي قعدتها على جنب عادي. القعده ديت وانا كان عندي البتاع لا يمكن. لا بقى، انصح كل انسان وكل شاب وكل راجل كبير وكل يعني حتى صغير ومرأة وطالبات وطلبة كله كمبيوتر دلوقتي وعضلاتها بالكمبيوتر. والله انها تريح ظهرهم جدا جدا والله، وخاصة اللي جالسين على الكمبيوتر بالذات تحمي ظهرهم. نعم، والمحاسبين بالذات، لانهم المحاسبين اكتر الناس بيقعدوا على الكمبيوتر فترة طويلة. نعم فترة طويلة. رجليك تورم؟ كانت رجليك تورم ولا حاجة؟ لا، كانت رجلي تنمل الصوابع، وكان بيبقى فيه آلام مبرحة. والآلام ما تبقى عارف هي في ايه، هل هي فوق في الجنب، هل هي في الرجل، هل هي في الظهر، ما انت عارف بالظبط، هي تشكيلة كده ما انت عارف هي فين في الآلام. آلام مبرحة بمعنى الكلمة يعني. الكرة جميلة والله انا بقولها كلمة حق، وربنا هو شاهد عليا. شكرا يا استاذ حسن. الله يخليك. الله يبارك لك حبيبي.